ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هشارككم النهارده روتين اول يوم دراسه. الروتين ممتع جدا وفي حاجات كتير لطيفه. اتمنى تعملوا له لايك، ولو قناتي اول مره بتشوفوها اشتركوا فيها وفعلوا زر الجرس على الكل عشان كل ما اعمل فيديو جديد يوصلكم اشعار بيه. ويلا نبتدي الفيديو بتاعنا. اول حاجه زي ما انتم شايفين كده العيال ناموا. طبعا هم ما ناموش بدري خالص. اول اسبوع دوت بيبقى فيه لخبطه شويه في النوم. المهم شغلت لهم الراديو على اذاعه القران الكريم وناموا. واول ما صحيت بقى كده غيرت النتيجه. بحب قوي اللقطه اللي هي بتاعت اول الشهر دي، اغير الشهر كده والارقام بتاعت النتيجه. ورحت داخله على طول عشان احضر اللانش بوكس. اول حاجه ده عيش التورتيلا، انا مش بشتريه جاهز خالص، بجد سعره مبالغ فيه، طريقته سهله جدا ومش بيتكلف حاجه خالص غير دقيق وميه. فانتم متخيلين اصلا سعره عامل ازاي في السوبر ماركت. المهم حمرت كده بطاطس، هو مالك بيحب جدا السندوتشات ديت. وحطيت على وشها كده كاتشب ومايونيز. وديت اقصى حاجه انا ممكن اعملها في اللانش بوكس، ان انا اعمل مثلا سندوتش سوري، كريب، سندوتش بعيش التورتيلا. بلاش الاوفر يا جماعه في السندوتشات، لان بجد دي وجبه فطار، دي مش غدا. بلاش جو عشاء الصباحيه دوت ولا فطار الصباحيه اللي انتوا بتعملوه ده. دول اطفال وهيفطروا يعني ماشي. فانا ما بحبش الافوره خالص في اللانش بوكس. حطيت له جزر لان ما كانش عندي تفاح. انتوا عارفين ميلك اصلا ما بياكل اي نوع فاكهه غير التفاح. وطبعا بقى الجزر والخيار الحاجات ديت يعني ايه، بينقنق فيها كده. وحطيت له ملته وحطيت له الشعريه ديت هو بيحبها، وطبعا العصير. وعايزه اقول لكم حاجه، طبعا حط له كميه الحاجات ديت عشان زمايله اكيد واخدين نفس الحاجات، بسكوت كيكه وملته والعصير اساسي. فبحاول على قد ما اقدر لما يجي ان انا ما اديلوش حاجات حلوه تاني، يعني كل الحاجات بتاعت اليوم هو بياخدها الصبح في اللانش بوكس. هنا بقى كنت صحيته، دخل بقى التويليت غسل وشه. وطبعا هنا هيغسل سنانه وتوضى وصلى الفجر، هنشوفه دلوقتي وهو بيصلي الفجر. طبعا محمد كان مزاحمنا وكان صاحي معانا ومفكر ان هو رايح المدرسة مع مالك يعني. المهم بقى اتوضينا طبعا وصلينا مع بعض. وهنا مالك كان قاعد بيسبح، شايفين شكله بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، ايه قمر قمر في عباية الصلاة. خلصنا صلاة ولبسنا على طول ونزلنا. طبعا لازم أنا اروح معاه اول يوم، وقعدنا نتصور بقى شوية صور كده ونعمل تيك توك. وعملنا تيك توك جامد جدا. لو مش متابعيني على التيك توك، اسم الايميل بتاعي على التيك توك هاجر فولي. المهم بقى هنا كان جه بقى طبعا ونام شوية حلوين. وصاحي بقى بيعمل هوم وورك. طبعا مبتدين الاول بمراجعة، هو في كي جي 2. فمراجعة بقى الارقام والحروف وحروف الانجليش، كل حاجة مراجعة. تقريبا اول اسبوع يعني في الخطة مراجعة. وهيبتدوا بقى في المناهج الجديدة من تاني اسبوع. طبعا فقرة الهوم وورك زي ما انتم شايفين، طبعا 1 و2 و3، متفتكروش ان هي بتتعمل كده بسهولة. احنا ممكن نقعد ساعتين 3 كده نعمل في الهوم وورك. طبعا هو هنا بيكتب عشان انا بصوره متشجع بالتصوير. لكن صفحة زي ديت هو ممكن يكتب شوية، ولو انا سهيت عنه ولا بصيت في الموبايل يوقف كتابة، يلعب مع محمد يتكلم. فانا قلت له اكتب على طول عشان انا بصورك. طبعا لو التصوير بيشجعهم مع الكتابة فنستخدم الفكرة دي على طول. طبعا ايديهم صغيرة فاكيد بتوجعهم، يعني ممكن مثلا اخليه يعمل الحساب ويرتاح ربع او تلت ساعة ونكمل العربي. هكذا يرتاح ربع او تلت ساعة ونكمل. وبعد كده نبتدي الراجع. قمت بعمل لهم حاجة حلوة، اعمل لهم ميلتون كيك. وركزوا بقى في وصفة الميلتون كيك بتاعتي عشان هتدوقوا احلى ميلتون كيك ممكن تاكلوه في حياتكم. بجد تحفة، احلى من الجاهز بكتير واوفر. اول حاجة 3 بيضات عليهم ظرف فانيليا. طبعا محمد كان واقف معايا بنحضر الميلتون كيك سوا. معاهم 4 معالق كبار من السكر البودر. هنمسك الخليط دوت ونضربه كويس جدا بالمضرب الكهربائي لحد ما الكمية تزيد او تتضاعف. طب هتنفع الوصفة ديت في الخلاط؟ اكيد يعني لو الخلاط يمشي فيه البيض مع السكر اضربيه. مش هيمشي يبقى لازم عجان او مضرب كهربائي، ما ينفعش برضو اليد. المهم بقى جبت حوالي 40 جرام من الدقيق، عليهم 30 جرام من الكاكاو. يفضل طبعا ان انتوا تستخدموا نوع كاكاو حلو عشان بيفرق جدا في الطعم. انا بستخدم الكاكاو اللي هو نسكويك، طعمه حلو جدا في الكيكات وطعمه حلو برضو مع اللبن. يعني انا بعمل لهم الكاكاو مع اللبن، بعمله لهم عصير في البيت. المهم بقى بطنت القوالب بتاعه الكب كيك بالزبده كويس جدا. والخطوه ديت مهمه عشان وانتي بتقلبي
القالب بتاع الميلتون كيك يقلب معاكي ما يلزقش، فلازم تبطني كويس جدا بالزبدة، وتبطني مش بدقيق بقى. لو ده عملتي دقيق هيبقى الفينش بتاعه كده زي الكيكة من تحت، فلازم تستخدمي الكاكاو مع الدقيق. هنا محمد بقى كان عايز هو يفضي الكاكاو مع الدقيق، المهم يعني خليته يساعدني ونضربهم كده ضربة حلوة، نخلط بس المكونات. وهبتدي بقى اوزن 100 جرام من الزبدة، وحاطة على حمام مائي على البوتاجاز، يعني شوكولاتة بتسيح على حمام مائي، يعني بتحطوا حاجة فيها مية وتحطوا بقى الشوكولاتة في حلة تاني فوقيها. المهم حاطة 110 جرام من الشوكولاتة و100 جرام من الزبدة. لما الشوكولاتة بتسيح ببتدي ان انا اضيف عليها الزبدة، ونقلب كويس جدا لحد ما يسيحوا ويندمجوا كده ويختلطوا ببعض. طبعا لو الزبدة مش عايزة تسيح بترفعي الخليط دوت على الحمام المائي لحد ما تسيح وتبقى معانا بالشكل ده. بنفضيها بقى كده على الخليط بتاع الكيكة، ما تقلقوش خالص البيض مش هيستوي لانه اتضرب كويس جدا. ندي ضربة بقى سريعة كده، وبعد كده نفصل المضرب نقلب بقى كويس كده، ونجيب القوالب بتاعتنا. طبعا ممكن تستخدموا الكمية ديت للقالب الكبير، الكمية دي بتعمل قالب واحد كبير، او ممكن تعملوا 2 صغيرين. حبيت ان انا اعمل 2 بدل القالب الواحد، عشان ايه؟ يعني مثلا انا واحد، انا ومالك وابو مالك ومحمد واحد. المهم بقى الفرن والع على درجة حرارة 180. الرف الوسطاني بياخد من 15 ل20 دقيقة، وبنبتدي نطلعه ونفضيه. شايفين اتفضى معايا بكل سهولة، ما هوش لازق لان انا دهنه اصلا القالب كويس جدا. شكله وطعمه حاجة تحفة. طبعا بقى الايس كريم اساسي معانا بيدي طعم حلو جدا. بس كده عايزه اقول لكم حاجه بقى، المنبه الحجره بتاعته فاصله، عشان محدش يقول لي ده كله الساعه لسه 6 ل10، هو المنبه اصلا الحجره بتاعته عايزه تتغير. بس كده ده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا بيه. ما تنسونيش بقى في اللايك، وانتظروني في فيديو تاني جديد.